محمد الترك ينفذ توعداته بخصوص دنيا باطمة وعائلتها عقب نشرهم لصورة ابنته الصغيرة ليلى روز. لنتعرف على التفاصيل بالفيديو. يلا حبايبي بنات شباب، احنا نقول الله يسامح واتمنى ان هاي الشيء ما يتكرر. بعد أن كانت دنيا باطمة مقررة أن تنهج نفس النهج الذي نهجته مع ابنتها الكبرى غزل الترك، حين حرصت دنيا باطمة منذ ولادة غزل الترك على تغطية وجهها وعدم إظهاره للعموم، حتى عملت لها العقيقة في المغرب. وبهذه المناسبة كشفت عن وجهها، وكانت العقيقة عبارة عن حفل ممول من مجموعة من الممولين. وكانت دنيا باطمة تسعى لنهج نفس النهج مع ابنتها الصغرى ليلى روز، حيث صرحت أكثر من مرة لمنابر إعلامية عندما تسألها متى ستظهر وجه ابنتها، فكانت تجيب أن مثل أختها ستظهرها بحفل عقيقة. لكن على ما يبدو أن دنيا باطمة لم تجد ممولين للحفل، وبالتالي لم تقم بعمل حفل العقيقة لابنتها الصغرى ليلى روز، ليؤجل موعد ظهور وجهها، حيث لم تظهره حتى حفل عيد ميلادها الثالث. ليلى روز التي أبهرت الجميع بجمالها الخلاب. وقد عملت دنيا باطمة وكل أفراد عائلتها على نشر صور ليلى روز، الشيء الذي استنكره والدها البحريني موفق الترك، فقد ادعى أنه قد اتفق مسبقا مع دنيا باطمة على أنه لن يظهر وجه ابنتهما الطفلة ليلى روز حتى تكبر. ولم تفي دنيا باطمة بالاتفاق، فعندما سألته إحداهن إذا كان هذا هو المبدأ الذي يتبناه، فلماذا أبان عن وجه ابنته الكبرى غزل من قبل؟ فأجابها أنه أبدا لم يظهر وجه ابنته غزل حتى أتمت 5 سنوات، في حين أن ليلى روز ما زالت صغيرة عن هذا السن. وهذا الكلام مردود عليه، لأنه قد أظهر وجه غزل وهي لم تكمل السنة بعد، وعمل عيد ميلادها الأول بوجه مكشوف. كما أكد أنه يخاف على ليلى روز من العين، فالعين حق وابنته فائقة الجمال كما يقول. وقد شدد البحريني موفق الترك على الطلب من كل من تقع عينه على ابنته ليلى روز، وبالأخص البنات، على الحرص على قول ما شاء الله لكي لا يصيب ابنته بالعين. وقد هاجم موفق الترك كل من استغل الفرصة من أفراد أسرة دنيا باطمة ليركب على الترند على ظهر نشر صور ابنته ليلى روز، وتوعد بأنه سيعمل على فتح ملفاتهم أمام العلن، وضرب موعدا لتنفيذ وعده بالظهور بلايف بعد 24 ساعة، ولم يخلف الموعد، فقد ظهر فعلا وعمل لايف في الموعد، لكنه أخلف الوعد ولم يظهر أي ملفات كما ادعى وتوعد، والذي على ما يبدو أنه يحترف الكلام فقط، وهو لا يتوفر على أي ملفات لفتح أي شخص. حيث ظهر موفق الترك في اللايف وصرح أنه قد سامح الكل على نشرهم صورة ابنته، وقال أنه في البحرين تربوا على المسامحة، وأنه أبدا لن ينزل من قيمته للحديث مع من هم أقل منه قيمة وإلا سيصبح مثلهم. وأكد على أنه سيعود للمغرب في المستقبل القريب.